راجل هرب من ملك الموت لآخر بلاد الدنيا، ولما وصل للمكان اللي هرب فيه حصلت حاجة غريبة جدا. طب مين الراجل ده وإيه هي حكايته؟ وهل فعلا قدر يهرب من ملك الموت؟ في يوم من الأيام في عصر النبي سليمان عليه السلام كان قاعد في مجلسه الخاص وكان حواليه مجموعة من الناس، وفجأة دخل عليه ملك الموت متشكل في صورة إنسان شكله جميل جدا. وسيدنا سليمان طبعا كان عارف إن ده ملك الموت، علشان ملك الموت كان صديق النبي سليمان وكان بيجيله على طول، ولكن ما كانش حد عارف من الناس اللي موجودة دي إن الشخص ده يبقى ملك الموت. كانوا مفكرينه ضيف لسيدنا سليمان عادي. سيدنا سليمان رحب بملك الموت وأمره إنه يقعد جنبه، وسيدنا سليمان كان بيتكلم مع الناس عادي. فجأة حصلت حاجة غريبة جدا. ملك الموت كان باصص على راجل معين من اللي كانوا موجودين في مجلس النبي سليمان. فضل ملك الموت باصص للراجل ده باستمرار لحد ما الراجل خد باله واستغرب. ولما مشي ملك الموت من عند سيدنا سليمان، الراجل على طول راح لسيدنا سليمان وسأله وقال له: يا نبي الله، مين الشخص اللي كان قاعد جنبك ده؟ سيدنا سليمان قال له: ولماذا تسأل؟ قال له: يا نبي الله، الراجل اللي كان قاعد جنبك فضل باصص لي بنظرات غريبة جدا وما شالش عينه من عليا لحد ما مشي، فانا خفت ومعرفتش هو ليه كان باصص لي. رد عليه سيدنا سليمان وقال له: انت عاوز تعرف مين الراجل ده؟ ده يبقى ملك الموت. الراجل وقتها خاف واتفزع جامد لما عرف ان ده ملك الموت، والراجل حس وقتها خلاص ان هو خلاص هيموت. فالراجل اتوسل لسيدنا سليمان وقال له: يا نبي الله، استحلفك بالله ان تأمر الرياح ان تحملني الى بلادي في الهند. والراجل قال لسيدنا سليمان: انا مش مستعد للموت خالص. رد عليه سيدنا سليمان وقال له: ده مش هيغنيك عن قضاء ربنا فيك، لو فعلا جه اجلك هتموت. وفضل الراجل يعيط بشدة ويتوسل للنبي سليمان من كتر خوفه من ملك الموت. فوافق سيدنا سليمان اخيرا على طلبه وامر الرياح ان تحمله الى بلاده في الهند. الراجل فرح جدا وفكر ان هو كده هرب من ملك الموت ومن الموت نفسه. وفي اليوم التاني جه ملك الموت لسيدنا سليمان عليه السلام، فسأله سيدنا سليمان وقال له: يا ملك الموت، انت ليه كنت باصص للراجل اللي كان قاعد معايا في المجلس بتاعي؟ لقد افزعته. فرد عليه ملك الموت وقال له: يا نبي الله، ربنا امرني ان اقبض روح الراجل ده في الهند في نفس اليوم، ولما شفت الراجل ده موجود عندك في المجلس استغربت جدا. ازاي هقدر اقبض روح الراجل ده في بلاده في الهند وهو موجود عندك هنا في القدس؟ ولما جه وقت قبض روحه رحت لبلاده في الهند عشان انفذ اوامر الله، فاستغربت لما لقيت الراجل ده موجود في انتظار ينتظر قضاء الله، فقبضت روحه.